هتروح وهتيجي وتقع وتقوم، والحق في الاخر هو اللي هينتصر. الحمد لله النهارده رسميا وعاجل، والمحكمة حكمت بتأييد الحكم وتأييد حبس مرتضى منصور لمدة شهر. واحد يقول لي يا عم ده شهر هيروح في السلام عليكم ويطلع. والله لو ساعة واحدة فهي نصر لأمهات مصر، هي نصر الكابتن محمود الخطيب، نصر للاعلام اللي اتهزق بامهاته كلهم وبيضحكوا له وبيهزوا رؤوسهم، نصر لكل زملكاوي محترم امه اتهزقت من مرتضى منصور يوميا على قناه الزمالك، نصر لكل واحد اخواته ومراتاته وحريمه واهل بيته اتهانوا سواء حيين ولا ميتين. النهارده الحكم دوت نصر لينا كناس عندها كرامه وقانون بيتطبق في مصر. تحيا مصر، تحيا القانون، تحيا العدالة، تحيا مصر ويحيا القانون وتحيا العدالة، تحيا مصر ويحيا القانون وتحيا العدالة. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله ان انا شفت في يوم من الايام مرتضى منصور بيتطبق عليه القانون، بيتطبق عليه تنفيذ الحكم اللي اخده بعدالة القضاء. شهر بقى، سنة، ساعة، نص ساعة، المهم اللي هو ورا خلف الأسوار، المهم اللي هو محبوس ومذلول دلوقتي. أول كلمة حب يقولها عشان يهيج الرأي العام على صفحته كان محضر البوست: رئيس الأهلي حبس رئيس الزمالك. لأ، كابتن محمود الخطيب حبس مرتضى منصور. ما تدخلش اهل وزمالك بينا دلوقتي يا مرتضى، عشان انت صليت اللسان ربنا حاكمك وحاسبك. لسه حساب الاخره، ده حساب الدنيا يا مرتضى يا منصور. واحد يقول لي انت شمتان ولا فرحان؟ النهارده فرحه وشماته لكل واحد مصري عنده كرامه وعنده نخوه. النهارده فرحه وشماته لكل واحد مصري امه اتهانت، مراته اتهانت، اخته اتهانت. النهارده فرحه في مرتضى منصور، في راجل راجل، انا اسف في كلمه راجل. النهارده فرحه في واحد هزق يعني كل مؤسسات الدولة، هزق الناس وهزق الإعلام وهزق المهندسين والمحاميين والدكاترة، وبقى يهدد في ناس ويخطف في ناس. ده جبروت. النهارده احنا حاكمنا جبروت. العدالة النهارده انتصرت على جبروت مرتضى منصور. والله جبروت. كلامي لكل واحد زملكاوي محترم: اللي عمله كابتن محمود الخطيب وقام بيه بحبس مرتضى منصور هو انقاذ ليكم، انقاذ لكرامتكم ونخوتكم، انقاذ لكل واحد مصري عارف يعني ايه مصر فوق الجميع، عارف يعني ايه مصر فيها قانون، عارف يعني ايه مصر هتفضل كبيرة. النهاردة الحمد لله ربنا نصر كل واحد كان نايم محروق ومش عارف يجيب حقه من مرتضى، كان ديكتاتوري امبراطور.